تطبع علاقتها مع إيران وتنخرط في محور الشر. احنا نشوفوا باللي المغرب وظف كل البروباغندا تاعو باش يتم تصنيف الجزائر ضمن محور الشر، يعني ولات علاقات طيبة مع إيران تهمة. إذا في حال ما إذا لما رانا نشوفوا تطبيع السعودية مع إيران، هل المغربي راح تكون عنده نفس هل راح تكون عنده نفس المبادرة؟ ثاني حاجة، الصين وش دخلها الصين في تطبيع علاقة إيران والسعودية؟ ما فهمتش أنا وش دخل الصين وش دخلها في تطبيع علاقاتها مع بين إيران والسعودية؟ الصين راهي في طرف الدنيا، وش دخلها جابها للسعودية وإيران باش تدير كما نقول احنا الصلح بيناتهم؟ لماذا؟ فيما يخص تحليلنا السابق الذي تحدثنا فيه على أنه مواجهة الخليج الفارسي مستحيل تبدأ بين إيران والسعودية، تحليلنا كان صحيح، لأنه مع تطبيع العلاقات احتمال مواجهة مباشرة بين السعودية وإيران والتي ستتسبب في أزمة الخليج احتمال ضعيف، وهذا ما أكدناه. صح، قلنا لكم أنه مستحيل إيران راح تدخل في السعودية، وأنه أزمة الخليج الفارسي راح تبدأ من جهة أخرى. الاحتمالين اللي قلناهم شكون هو؟ هي يا إما سلطنة عمان، يا إما الكويت، يا إما الاثنين معا. صح، مستحيل المواجهة المباشرة الأولى تنطلق من السعودية مع إيران، مستحيل، وهذا ما حدث فعلا. الآن الإيرانيين بتطبيع علاقاتهم مع السعودية، أنا بالنسبة لي العد التنازلي لدور إيران في الخليج بدأ. علاه؟ لأنه في حال ما إذا حدث اعتداء إيراني على سلطنة عمان أو الكويت، فإن السعودية راهو تم تحييدها. السعودية قد تم تحييدها. وش معنى تم تحييدها؟ يعني أنه السعودية وصلت فعلا إلى اتفاق مع إيران، لكن السعودية باش وصلت إلى إيران؟ وش هي الباب المنخفضة التي قادتها إلى التصالح اليوم مع إيران؟ وش هي الباب المنخفضة الذي قادت السعودية إلى التصالح مع إيران اليوم؟ شكون هي؟ الصين، راك متأكد؟ ماشي سمعتوا البارح باللي تحسين العلاقات بين الجزائر والسعودية، والسعودية أعلنت مجلس أعلى لتطوير علاقتها مع الجزائر، وتبدل الموقف السعودي ضربة واحدة من الجزائر. السعودية أدركت على أنه الوصول إلى إيران وإبعاد شبح الحرب معها لابد أن يمر عبر بوابة الجزائر. ولهذا التصالح الجزائري السعودي اللي جاء فجأة، الناس ما كانتش متوقعاته، كيفاش السعودية فجأة تعلن على أن الجزائر حليف استراتيجي لها ومجلس أعلى للتنسيق والتعاون وما يعرفوا شنو. لأن السعوديين أدركوا، عرفوا باللي بوابة إيران بوابتها المنخفضة هي الجزائر، هي الجزائر فعلا. تقول لي الصين علاش راهي تساهم في استقرار الوضع بين السعودية الصين تسعى إلى استقرار كل المنطقة. صح، الصين تسعى إلى استقرار كل المنطقة. لماذا الصين تهتم باستقرار منطقة الخليج؟ وش راح تربح؟ هيا جاوبوني، شو وش راح تربح؟ بارك الله فيك، تأمين نقطة سقوط لها.
تأمين نقطة سقوط لها. اسمع مليح، الصين ما يضيعش وقته يروح إيران تجيب بين قوتين ويضمن فيهم ويدير ويستضيفهم ويقدم لهم ممكن تنازلات باش يضمن واش من مصلحة عنده الصيني باش لو كان تدخلت مش عارف شنو الهند من الصين تتدخل في وساطة بينها بين إيران والسعودية. يا ما تجيش في عقلها كاع، مو غريبة، تجي كي تقراها كخبر تجيك غريبة. واش الصين وساطة بين السعودية وإيران، علاه ما جاتكمش بيزار؟ لأن الصين تحضر نقطة سقوط لها، ونقطة سقوط الصين اللي راهي توجد لها في السعودية لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال الجزائر، لأنك أنت باش توصل لإيران يجب أن تعبر عبر الجزائر. يجب على السعودية أن تتوقف عن التآمر على الجزائر. إذا السعودية وش صارت لها؟ السعودية والجزائر كانوا كي القط والفار. الجزائر تشوش على نقطة سقوط الصين في السعودية من خلال حليفها الاستراتيجي اللي هو إيران، والسعودية أيضا كانت تشوش على الجزائر. شوف، السعودية كانت تشوش على الجزائر من خلال حليفتها المغرب، والجزائر كانت ترد لها الصعصاعين، كانت تشوش لها على نقطة سقوطها في السعودية من خلال حليفها اللي هو إيران. وهنا ندخل لكم في النظرية اللي ما حبوش تآمنوا بها، وهي قدرة الجزائر على نقل الصراع إلى الطرف الآخر. يعاود فيها خويا، باكش تسمع خويا مول. شغل انت حبيت تدس السم في العسل، شغل 19 مارس نحبوكم منا ومن بعد النفاق هذا لا ما يسحقوكش خويا معنا. اسمع واش راني نقول لك، افهم باللي انت كيما راك تعمل من اجل ابعاد شبح الحرب على بلادك، السعوديه ثاني عندها دمادم يخموا من اجل ابعاد شبح الحرب عليهم. كيف كاع الناس تعمل، كاع الناس تبذل جهد. اذا انت واش صرا؟ السعوديه تخلت عن مشروع دعم المغرب، طلقت المغرب صاي، طلقاته المغرب. السعوديه خلاص توقفت عن دعم المغرب من اجل التشويش على الجزائر. لماذا؟ لانه البريكس في حد ذاته، نقاط السقوط هذو ما تاثرش. السعوديه شو وراهي والجزائر شو وراهي؟ يعني لما تسقط الصين في السعوديه، سقوطها في السعوديه لن يؤثر على نقطه سقوط الصين في الجزائر، ما تاثرش. لماذا؟ لان خطه البريكس تعتمد على التباعد الجغرافي. السعوديه منين مقلقه؟ السعوديه مقلقه لو كان الصين تختار نقطه سقوط اخرى غير السعوديه. اذا السعوديين واش يديروا؟ يوفروا الاجواء المناسبه لسقوط الصين عندها، لكن يفرسيوا الصين في السقوط في السعوديه. كيفاش السعوديه راح تفرسي الصين في السقوط فيها؟ روح قول لي دوكا تشوف كيفاش السعوديه راح تفرسي الصين في السقوط في السعوديه وليست في نقاط اخرى. عباك باللي التنافس بين دول الخليج راه كارثه. اي كارثه. صح، كيف السعوديه تحاول اجبار الصين على السقوط عندها ماشي عند جهه واحده اخرى. قال لك هنا تدمير الاقتصاد المصري، بارك الله بك. النقطه الثانيه وشنو هي قضيه التفاهم مع ايران في حد ذاتها. ايران قامت بتحييد السعوديه. وش معناتها؟ السعوديه تقول لها انا ما تدنيش ليا برك، الاخرين دبري راسك بهم. ولهذا الايرانيين لما تلقاوا الاشعار بتحييد السعوديه عندهم داو كارت بلونش من عند السعوديه، اعباثي في الخليج. ولهذا السعوديه باش تدير تطبيع العلاقات مع ايران ما دارتهاش ضمن الخليج العربي ولا ضمن مجلس دول تعاون الخليج العربي. كان ممكن أن تسعى السعوديه لان تتدخل في هذه الاتفاقيه. كل دول الخليج اللي طاحوا لها اليوغ طاحوا لها، كلهم باركوا الاتفاق هذا، والمباركه تاعهم هي لوم علاش ما دخلتيناش معاك.
هو تدارك، دخلونا معاكم على ما دخلتوناش. السعودية لا تريد الاستقرار للخليج، ولهذا انفراد السعودية بالتوقيع مع إيران هي نقطة، وهي كما نقول احنا إشارة خضراء لإيران بأن تعبث بالخليج. إذا الشناوة لما يجي يطيحوا في الخليج وش يلقاو الخليج قاعد ممات. النقطة الوحيدة اللي يقدروا يطيحوا فيها شكون هي؟ شكون هي النقطة الوحيدة؟ هي السعودية. فهمت على قلت لك أنه السعودية مستحيل إيران تدخل في السعودية؟ مستحيل الحرب بين إيران في الخليج، أزمة الخليج الفارسي، مستحيل قلت لك تبدأ من السعودية، غير انسى. قلتها لك ولا ما قلتها لكش؟ قلت لك مستحيل تبدأ منها. أزمة الخليج الفارسي راح تبدأ من سواء الكويت أو سلطنة العمان أو كلاهما معا. احنا كجزائر واش رانا نديرو؟ هل نحن أبرياء؟ لا، احنا تاني حيليين، ما اكذبش عليك. نحن نعمل من أجل أنه الصين تسقط عندنا، ما تسقطش في جهة أخرى. تقول لي كيفاه؟ يعني نقول لك، المغرب حالة حرب مع البوليزاريو، شعلت النار. تونس وضعها لا يسمح، ما يسمح وضعها. واش تونس تقدر تستقبل الشناوة؟ ما تقدرش. ليبيا هاي معطوبة، ما تقدرش، مستحيل. إذا بالنسبة للشناوة سقوطهم في الجزائر أصبح أمر حتمي، مثل ما راح يكون سقوطهم في السعودية أمر حتمي لا محالة. فهمت؟ ولهذا احنا بدينا نتساءل، احنا كجزائر، أنا كجزائري بديت نتساءل، إذا كان سقوط الصين عندنا أمر حتمي، فلماذا أجازف باستوفاء ولا استيفاء ولا كيش يقولوها، احترام شروط الدخول في البريكس؟ لماذا؟ الشناوى يحبوا يبينوا روحهم بلي راهم في الاتساع، يقدروا يخدموا مع المغرب كما يقدروا يخدموا مع الجزائر، كما يقدروا يخدموا مع تونس. عندنا لو شوا وراح نخيروا براحتنا. لازم تدخلوا للبريكس ونشوفوا. مالا غلط خويا، استوفاء، استوفاء. فهمت شنو يحدث؟ يحدث اكزاكتومون واش قلت لكم. اسمة الخليج ما تنطلقش من السعودية، راك غلط. على الرغم من انه كل المؤشرات كانت تدل على انه السعودية هي المرشحة باش تكون شرارة الحرب بينها وبين ايران، ولا استيفاء للزوج، تقرا الزوج. فهمت؟ على بالك السعودية دايرة دفاع مشترك مع الامارات وعمان، ستتخلى عليهم على بلاش، ستسقط الاتفاقية. الآن انت راك تلاحظ بأم عينك، لو راك تتبع الأحداث بالبصيرة ماشي بالبصر، راح تفيق باللي السعودية باش لحقت ودارت اتفاق مع إيران إلا عبر المرور عبر بوابة الجزائر. خويا شروط، إيران كانت عندها شروط، الجزائر عندها شروط. تتوقف السعودية عن تمويل المغرب من أجل الدخول في الحرب. كانت شرطة ما فيها لا دبلوماسية لا والو. ما تشوش عليا ما نشوش عليك، نتحالفوا ونخدموا كيف كيف. أنت تسقط عندك الصين وأنا تسقط عندي، ما كاش هذيك دبلوماسية وأخوة وعروبة منا. ديريكت كانت شرطة ديريكت، تتوقف نطلق لك الحبل ملهيه بالمكشوف ديريكت. ولذلك تشوف انت سبحان الله تسلسل الاحداث. النواري خرج بدا يشكر في محمد بن سلمان، قلب الفيستا، ومن بعد طب محمد بن سلمان يعلن فجأة قرار
غير متوقع. مجلس أعلى للتنسيق والتعاون مع الجزائر وكذا، ومن موراها بضع ساعات غير الأحمر اللي ما يفهمش، غير اللي حابس مخه اللي ما حابش يامن باللي الباب المنخفضه التي ادت بالسعوديه للوصول الى ايران والتفاهم معها هي الجزائر. الصين اشرفت برك على المفاوضات، قامت بالاشراف على المفاوضات. فهمت؟ تبع الاحداث، ما تقراش وتفوت، تبع. وعلى قلت لك انا صح، فهمني. السعوديه اليوم اعلنت تطبيعها مع ايران، وش معناتها؟ ورا المغاربه اللي يقول لك الجزائر حزب الله عند الجزائر، والجزائر تستضيف عناصر حزب الله، وايران تحالف الجزائر مع ايران، والبعبع الايراني، وعلى الخليج انه يساندنا لانه ايران متواجده في الجزائر وراح تحاربني وغدوه تدور علي. ورا هذاك البعبع كاع اللي استثمر فيه المخزني باش يقود الخليج الى حرب، باش لان المغربي كيفاش يدفع الخليج باش يدعمه؟ من خلال بعبع ايران. فهمت؟ بعبع ايران هو اللي كان دور اساسي باش تقنع الخليجيين انهم يدعموك في حرب كيما هذه. البروباغندا تاع المغرب كانت تقول باللي عناصر حزب الله تدرب عناصر من البوليزاريو. فجأة عبكش معناتها السعودية، معناتها الخليج كله، الخليج كله غير موقفه. يعني المغربي فقد حليف استراتيجي واسمه السعودية. إذا هنا تبان لك باللي السعودية لم يكن بإمكانها تطبيع علاقاتها مع إيران وضمان استقرار بلادها، لأنه لما تضرب إيران سترد. الآن السعودية راهي بعيدة عن الرد الإيراني، صح ولا ماشي صح؟ بفضل واش؟ بفضل اتفاقاتها مع الجزائر. فهمت؟ إذا أنت لازم تعود عندك قدرة على استباق الأحداث هاي اللور، وأنت مقدمها، متقدم على الأحداث. لما تكون متقدم على الأحداث راك تشوف أشياء لم تقع بعد، فيما هذه الاتفاقية بين إيران والسعودية. أنت تقول لي مستحيل ما كنتش توقعها. هي قلتها لك أنا، قلت لك يا أخي، قلتها لك بوضوح. قلت لك الأزمة تاع الخليج لما تندلع لن تندلع من السعودية ولا من اليمن، غير انسى، غير انسى، مستحيل. قال لك قلتها يا اخي، ولا نهات النوم، قلتها لكم مستحيل. اذا الاتفاق تاع اليوم تاع الاخر جاء بعد ان قبلت السعوديه بشروط ايران، ومن بينها تقول لي كيفاش ايران والسعوديه، ايران والجزائر متفقين بهذه الطريقه؟ كيفاش ايران توصل الى التنسيق مع الجزائر؟ يعني نقول لك كيما الجزائر وصلت الى التنسيق مع ايطاليا، هذو اتفاقيات استراتيجيه يسموهم. وش معناتها؟ معناتها لما انا نعطي الغاز لايطاليا، ايطاليا هاوش راني نستنى منها؟ لازم تقوم باجهاض كل المناورات التي تحاك ضد الجزائر، انطلاقا من مؤسسات دوليه. ايطاليا عندها العضويه فيها وعندها حق التصويت، الجزائر ما عندهاش. فهمت باللي الاتفاق بينك وبين ايطاليا ما هوش قضيه غاز وبترول ومنا وكذا، قضايا استراتيجيه. غدوه من غدوه احنا كنا بالنسبه لاوروبا كان عندنا محامي واحد اللي هو فرنسا في عهد بوتفليقه. وفرنسا هي اللي تدافع عن النظام الجزائري. الان لا، عندك فرنسا عندها دور ثانوي، عندك ايطاليا. ولما نقول لك ان علاقاتك راهي جيده مع اسبانيا، بصح راهي تحت الطاوله، ما راهيش واضحه للعالم. عندك علاقات مع اسبانيا رائعه. تقول لي بصح تبون، قال لين يقول لك انا عندنا علاقات مربى مع اسبانيا. مربى، تعرف معناتها مربى؟ هايله، تنسيق على اعلى مستوى بيننا وبين اسبانيا، لكنه غير معلن.
مع ايطاليا معلن. ايطاليا معلن. اذا انت وش لازم تفهم؟ لازم تفهم باللي الامر اللي انت سمعته ها هو التحليل تاعو الذي يؤكد فعلا على اننا ما قلناه سابقا بالمسطره يتحقق. بالمسطره. تحب ولا تكره؟ تحب ولا تكره؟ غدوه لما تندفع ايران في الخليج، اخر دوله، اخر دوله ممكن تتضرر بازمه الخليج الفارسي هي السعوديه. ماشي معناتها ما لن تتضرر، انا قلت لك اخر دوله ستتضرر. اسمع مليح شنو نهضر لك. ما قلت لكش لن تتضرر، قلت لك اخر دوله ستتضرر هي السعوديه. اخر دوله ستتضرر هي السعوديه. واحد يكفر واحد، الاخر جاي يجري يوه تحليلاتك غلطه. افهم يا الكبش افهم. قال لك الحرب لن تقع بين ايران والسعوديه والخليج. صاي خلاص تفاهموا. تفاهموا كاع الخليج مع ايران. لماذا انت بقره؟ هل كل الخليج تفاهم مع ايران؟ السعوديه انفردت مع ايران لان السعوديه تساعدها توتر الاجواء بيناتها. شوف انا قلت لك باللي الجزائر ماشي ما تساعدهاش انه افريقيا كلها تخرج من الازمه. قال لك انا اختلف معك. شوف انا قلت لكم باللي الجزائر ما لازمش تستحق، ما لازمش تخرج من الازمه. افريقيا ما لازمش تخرج من الازمه. من مصلحه الجزائر انه اسرائيل، ان افريقيا تبقى في ضعفها. الله غالب. هذا سيعيد السعوديه عن دعم المغرب على حساب الجزائر ان شاء الله. خلاص خلاص. شوف السعوديه على بالها باللي الازمه ستنفجر، على بالهم باللي المخطط تاع ضرب ايران راه واجد. ايران ستضرب وستضرب مشاريعها النوويه، وايران سترد في لبنان، سترد في اليمن، سترد في العراق، وسترد في الخليج. باينه هذه، واحد ما يكذب عليك. باينه، ما واحد ما يكذب عليك. اذا السعوديه تساعدها انه ايران تعبث بالخليج، تعبث بالخليج، تساعدها. فهمت؟ لانه علاه؟ لانه هناك منافسه شرسه. السعوديه عندها منافسه شرسه مع دول الخليج في استقطاب الاستثمارات الصينيه. احنا واش رانا نديروا؟ احنا قلت لك احنا العالم، الغرف المظلمه، ايش راهم يديروا؟ راهم يكاناليزيو سقوط الصين. حابين الصين تسقط في السعوديه، حابين الصين تسقط في الجزائر، ما مش حابين الصين تسقط في البرازيل. ومن بعد الهند ما يحبوهاش تسقط في الهند. جنوب افريقيا يخلوها تسقط في جنوب افريقيا. راهم يأطروا في نقاط السقوط. هي مازال ما تحددش بصح راهم يأطروا. اذا الشناوه واش داروا خلال سنوات، عشرات السنين، هم يكذبوا على الناس. طريق الحرير ومنها هي خرطي، ما كان لا طريق حرير لا والو. الشناوه كانوا يستعمروا في العالم. الشناوه احتلوا العالم، احتلوه عن طريق ديون الاستثمارات. والعالم اليوم راه مكبل اختناق بالديون. يجب اسقاط الديون، لكن الديون الوحيده التي لن تسقط هي ديون الصين. علاه؟ لانها عباره عن استثمارات. إذا لو ينتقل العالم إلى المرحلة القادمة، الشناوة يكونوا متقدمين على بقية العالم بواحد 200 سنة. واحد 200 سنة راهم افونسين الشناوة على باقي العالم. علاه؟ لأنه ديونهم لا تسقط. مام إذا سقطت العملات الورقية، الديون تاع الصين راح تحافظ على وجودها في البلاصة اللي راهي فيها، لأنها عبارة عن استثمارات، موانئ، جسور، باطمات، وزينات. ما تسقط العمله الورقيه، هذوك الديون يبقاو. اذا الصين راهي قاعده وتستنى العالم ينتقل الى المرحله القادمه. اذا انتقل العالم الى مرحله العمله الالكترونيه واسقاط الديون،
فإن الصين راح تكون هي زعيمة العالم. إذن هما باش ينتقلوا، قبل أن ينتقلوا إلى المرحلة القادمة، وش لازم لهم؟ وش لازم لهم؟ شوف، العالم إذا انتقل، العالم ستحكمه الصين، ما كان لا ولايات متحدة لا بريطانيا لا والو، الصين هي التي ستحتل العالم وتسير الكرة الأرضية كما تحب. إذن قبل مرحلة الانتقال الطاقوي يجب إضعاف الصين وإسقاط ديونها. كيفاش تسقط ديونها؟ يدفعون الصين إلى ارتكاب مجزرة. مجزرة وين؟ سواء على أرض تايوان أو على أرضها، عن طريق واش؟ الاستفزاز، استفزاز امرأة وكذا. إذن الشناوة إذا لم يتم معاقبتهم وتأميم ديونهم، فإن الصين هي التي ستسير شؤون الأرض. فهمت؟ لما يفرضوا عقوبات على الصين كاين احتمال فظيع الغرب راهو يفكر فيه. الصين هذه رانا تابعين لها تكنولوجيا، الصين هذه رانا تابعين لها تكنولوجيا.